هاي، عاملين ايه؟ النهارده هوريكم طريقة صينية البطاطس بطريقة مختلفة. معايا هنا الصينية بتاعتي، وهحط فيها بصل وطماطم وجزر وفلفل، من كل حاجة كده واحدة واحدة. وطبعا معايا البطاطس هنا هقطعها متوسطة، لا هي تخينة ولا هي رفيعة. ماشي. بعد كده هي زي ما انتوا شايفين اهي، ده السمك اللي انا عايزاه. وبعد كده هنحط بقى التوابل بتاعتنا، 7 بهارات وملح وفلفل وورق لوري وبابريكا، ومعايا هنا الصلصة برضو. تحط كله على بعضه كده وتقلبي بقى، قلبي كويس عشان التوابل تاخد من كل المكونات دي، المكونات كلها تاخد من التوابل يعني. انت ممكن تكتفي بكده عادي، مفيهاش اي حاجة. وطبعا هنحط زيت، شوية زيت حلوين. وبعد كده عندي بقى عندك شوية حوايج، عندك شوية فراخ، اي حاجة ممكن تحطي عليها كده تديها طعم حلو، في نفس الوقت برضو تبقى وجبة زي ما انتوا شايفين. هفردها بس كده عشوائي. طبعا صينية البطاطس دي محدش بيعرف يعملها، مفيش حد ما بيعرفش يعملها قصدي، بس بوريكم طريقتي برضو لو حد مش عارف يعرفها برضو معايا. طبعا هنا غطيتها على نار عالية. بصوا، هي نزلت المية اللي فيها كلها، انا ما حطيتش مية. وكده بعد ما المية نشفت انا حطيت صلصة تاني زي ما انتوا شايفين. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لحد المية ما تنشف تماما زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا تولعوا الشواية. طبعا جنب الاكلة دي لازم نعمل شوية رز بشعرية. معانا هنا شعرية والرز. طبعا الزيت لازم يكون سخن، ونحمر الشعرية ونقلب كده. وبعد كده مية سخنة على قد معيار الرز، يعني كوباية رز على كوباية مية. والملح طبعا مش هننساه. بعد كده نغطي ونسيبها ربع ساعة. وكده النتيجة معايا. ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة.